واش بصح هادشي كيدوز في التلفازه ديالنا؟ انا هذيك امك علاش بغيت نهضر. لا والله فين ما كندور كنلقاها كانت الصباح خارج من الحمام كنلقاها قدامي ما كتنعش هذيك المراه. شفت هذيك بحال جابت حوايجها وجات صافي الواد تسكن معنا ولا شنو؟ انا عرفت عزيز على جالسه قالت لك تبقى مع ولاني مسكنه. ايوا كيفاش غتبقى معانا؟ سيري قولي لها الباب الحباب صافي بركه. الوقت اللي حنا مقابلين على الاله ديال السرديل والشناقه ديال اللحم، القنوات ديالنا في عالم اخر. دخلت عليكم بالله، واش هذه هي القيم ديالنا؟ واش هذه هي الاخلاق ديالنا؟ كيدوزوا هذا الشيء في رمضان مسلسلات وفي وقت الفطور كيقول لك جري على الام ديالك ولا على النسيبه ديالك. واش هذه هي الاخلاق ديال المجتمع المغربي؟ الا كان هذا الشيء مقصود وممنهج فراه هكا خاصها تدخل، والا كان هذا الشيء غير جا هكا اجتهاد شخصي فايضا خاصها تدخل، لانه ما يمكنش ندوزوا بحال هاد الميساجات للاسره المغربيه اللي كتقوم على التضامن وكتقوم على بزاف ديال القيم. الحقيقه راه عينا ما كنهضروا العام اللي جا كنعاودوا نفس الهضره وكنقولوا، ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي. الشيء بالشيء يذكر، لانه كنقولوا دائما وكنعاودوا نفس الشيء بالنسبه لواتيه للطفله يسرى رحمها الله. وبالمناسبه كنعزوا العائله ديالها. الطفله اللي كيقولوا انها الطفله الصغيره وهي ليست صغيره، الحقيقه هي كبيره، نحن اللي صغار، لان حنا السبب الحقيقي في المأساة اللي وقعت لها واللي وقعت لوحدين قبل منها. الى تذكرتوا الحادثه ديال ريان وغيرها. هاد الطفله هذه اليوماتيه يسرى اللي تيتمات واللي ترزاو فيها العائله ديالها، واللي كتسائلنا جميعا وكتسائل الحكومه ديالنا، واللي بالمناسبه نقولوا لها راهي الشتا جات، والله لا يجعل عذرنا شتا. يا كتقولوا دائما خاص شتا. رئيس الحكومه صرح امام البرلمان وقال على انه في مخطط ديالو ديال التشغيل غادي يشغل واحد العدد كبير من العاطلين، ولكن شرط تجي الشتا. وزير الفلاحه ايضا قال على ان الغلاء ديال السردين مرتبط بهروب الحوت لان الشتا ما جا. واش دخلت عليكم بالله هذا منطق؟ واش كنربطوا استراتيجيه ديال التشغيل بالسماء ونربطوا الغلاء ديال السردين بالسماء، ونفترض على انه ما جات الشتاء وما جات حتى شي حاجه، يبقى السردين طالع والبطاله كاينه ونحن الاولين فيها والمراتب متقدمه فيها 13.6 ولا 9%. هذا الشيء راه غير منطقي بتاتا، وكيرجعني وكنتكلم وكنقول على انه المفروض والواقع على انه الانسان دائما كيردم والديه، ماشي العكس. هي اقدار ديال الله، والموت هذا لا مرد له، ولكن هذا هو المفروض. اليوماتيه اصعب حاجه على الاباء هما يردموا فلذات اكبادهم. للاسف الشديد اليوماتيه يسرى ردمناها كاملين، ولكن ردمت معنا بزاف ديال الحوايج، لانه هاد البلاعه اليوماتيه وحنا في سنه 2025 وكنستعدوا لمجموعه من الرهانات كبيره جدا، كاس العالم، كاس افريقيا وغيرها، وباقي البلاعات عندنا في المغرب كيدوا الناس وكيدوا الدراري الصغار والطفلات الصغار في عمر الزهور. كارثه. اليوم كنتصوروا وكنقولوا على انه لماذا؟ السؤال الحقيقي المطروح والمغيب علاش؟ لانه مجموعه من الصفقات العموميه كدوز وكنعاودوا الشوام والبلاعات مفتوحين، وكم من بلاعه مفتوحه في هذا الوطن يجب ان تغلق. بزاف ديال لي فاي كاينين خاصها تغلق. ومع هذه الحكومه هذه اللي كتعتبر نفسها حكومه الكفاءات كنقولوا لها على انه الا كنتي كتستعد دير رهانات كبيره وكتعطينا اليوماتيه وكتقولي لنا ومصدعين لنا روسنا بحكومه المونديال وغيرها، الله يجازيكم الخير، عطونا على الحساب. راه باقي البلاعات عندكم كيدوا، وعيب وعار على انه سنه 2025 بلاعات تدينا اولادنا وفلذات اكبادنا. صعب جدا على اب او ام انها تدفن فلذة كبدها، وهذه انا كنعرفها تجربه ديال الوالده ديالي رحمها الله. 3 الابناء مساكين اللي مشاو لها حتى فقدت التركيز وماتت وهي لا تدري اي شيء، لان صبرت على الصدمه الاولى والصدمه الثانيه والصدمه الثالثه. ولكن هذه اقدار الله، هذا مرض، هذا موت فجائي. ولكن على انه هذه البنت ما مرضت حتى نقلبوها ونقولوا المرض والمشافي هو الله، وكنديروا الاسباب نقولوا حادثه سير وهذا قدر من عند الله. وهذه بلاعه مفتوحه، من فتحها؟ من المسؤول عنها؟ اليوم يجب ربط المسؤوليه بالمحاسبه. كنقول على ان رانا مسؤولين، وهذه البنت ماشي صغيره والله الا كبيره. حنا اللي منتخبين، حنا اللي صغار، حنا السياسيين هما اللي صغار. عباد الله، اليوماتيه وسائل التواصل الاجتماعي هي التي تصنع الحدث وهي التي تصنع السياسه. موت السردين هو الذي غير وفضح واحد طابو كبير جدا كان مسكوت عنه ديال المحتكرين ديال الاستيراد.
محتكرين ديال الاستيراد ديال اللحوم وديال الاغنام وديال الابقار وديال الطيور وديال الحوت وديال غيره. عندنا جوج بحور الحوت والسردين وصل 30 درهم. جا شاب صغير وفضحوا وسائل التواصل الاجتماعي تصنع الحدث وهي التي تحرك. ما خفضناش نحن السياسيين والبرلمانيين الحوت، ما خفضاتوش الحكومه، ما خفضوش المنتخب، ما حتى شي واحد من هاد الفاعلين السياسيين حركوا الشعب، حركت وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم نعيش موت السياسه في المغرب. كنقولها وكنقول على انه اليوم هاد المخططات كلها اللي درنا، المخطط الاخضر وغيره، يجب ان نعيد النظر فيه ويجب ان نحاسبه ونقدم الحساب، لانه ما يمكنش. احنا دوله فلاحيه كما كيقولوا هما، وعندنا جوج بحوره وكنستوردوا كل شيء كنستوردوا وكل شيء عندنا غالي. باي منطق هذا؟ راه لا يستقيم هذا التفكير هذا نهائيا. اي منطق؟ والبلاعات عندنا مازالوا مفتوحين، فين ما مشيتي كتلقى الحفاري، فين ما مشيتي، وخصوصا في المغرب العميق، المغرب اللي كيقولوا غير النافع، المغرب ديال طاطا والمغرب ديال تينغير والمغرب ديال زاكور والمغرب ديال بركان والمغرب ديال مجموعه من المدن اللي في الهامش واللي ما مسول على حد. جميع المشاريع الكبرى تتمحور في الرباط والدار البيضاء وطنجه وفاس ومراكش والحواشي لها الله. وتجي الحكومه وكتقول لك نحن غادي نقودوا حكومه المونديال، كأن وعي المواطن لا يتطور، كأننا نحن محل سر لا نتحرك. ولكن عندهم الصح، لأن الطبقة الوسطى كلها استقالت من مهامها، لا تصوت، الشباب لا يصوت، غيره لا يصوت، الحواشي والقرى والبوادي هي التي تصوت، الفقر هو الذي يصوت، الجهل هو الذي يصوت. وهاد الناس عندهم الفلوس ومراهنين على فقرنا ومراهنين على جهلنا ومراهنين على المقاطعة ديالنا حنا للانتخابات ومراهنين على أن غادي نبقاو في القهاوي. كنقولوا هاد الناس ما داروا والو، ولكن في 2026 ما غاديش نصوتوا وما غادي نديروا حتى شي حاجة. ولهذا هم عارفين على أنهم غادي يرجعوا لأن احنا ما كنديروا حتى شي حاجة، ما كنصوتوا وما كنغيروا حتى شي واقع. المثقف إما صامت إما حتى هو دخل في الموجة يطبل ويزمر، الإعلام جزء منه يطبل ويزمر، النقابات ما كايناش. ونقول اليسرى رحمك الله، احنا في عطلة. ألا لا يسرى، نحن في عطلة، البرلمان في عطلة، وحتى لما كناش في عطلة غادي نقولها لك راه ما غادي نديروا حتى شي حاجة. غادي نجيبوا رئيس الحكومه نسالوه، غادي يقرا علينا اوراقي وما غادي يدير لنا حتى شي حاجه. ما غادي نديروا لك حتى شي حاجه لا نحن كبرلمانيين، وما غادي يدير لك البرلمان حتى شي حاجه نهائيا، حتى ولو نكون في عطله لا نستحقها. راه كنقولها لك وكنأكدها لك، حتى لو لم نكن في عطله راه ما غادي نديروا لك والو. سنجوب، سنبكي وسندعو لك بالرحمه. هذا الشيء علاش قدرنا. اما باش نجيبوا نسالوا ونحطوا المسؤوليه ونربطوا المسؤوليه بالمحاسبه ونسالوا رئيس الحكومه ونسالوا النخب السياسيه الفاسده اللي كتجيبها الاحزاب، ما كيجيبها حتى شي واحد، ولا تسقط من السماء، ولا نتهم الدوله انها هي اللي كديروا، هي كديروا الداخليه، هي اللي كديروا، هي اللي كتجيب. والله الا نحن اللي كنجيبوا، ونحن اللي كنعطوا للناس اللي كيتاجروا في مجموعه من الممنوعات واللي كيجيبوا الفلوس من وسائل غير مشروعه، وكنجيبوهم وكنشروا بهم الاصوات وكنأثوا بهم مشهد، لانهم هم اللي الشكاره وهم اللي غادي يجيبوا لنا الاصوات وهم اللي غادي يوصلوا لنا الحكومه المونديال. الله يعاقبنا معاه الا عاد نحن غادي نمشوا بهذه الطريقه لحكومه المونديال، لان نحن ما خصناش نمشوا لحكومه المونديال، حنا خاصنا نقدموا استقالتنا جميعا ونعلن فشلنا كسياسيين وكنخب وكبرلمان وكحكومه، ونمشوا نستحيي على نفوسنا. حمرة الخجل راه ما بقات عندنا، يسرى عراتنا، الغلا عرانا، عبد الاله مول السردين عرانا، وشكون بقى مع عرانا؟ ونجو كنتكلموا عنا الوجه وكنقولوا راه نحن غادي نديروا وحكومه المونديال. حكومه المونديال اش سي محمد؟ وسيره ودوها فروسكم، راه وجهنا مقزرين والله ما كنحشموا. حنا راه بحالنا ما تلينا كاع نترشحوا، نمشوا ونخلوا هذا البلد للشرفاء يقودوها ويمشوا بها لقدام. هاد البلاد راه زوينه والمغاربه راه زوينين وراه صبارين وراه صبروا وراه وصلت فيهم العظم. راه هاد رمضان الحريره الناس ما تلات قاده توصلها، راه ما تلا قاده توصل حتى شي حاجه، حتى العدس عيب الله ما تلاو قادين يوصلوا له، البيض ما تلاو قادين يوصلوا له، اللحم اصبح حلما، الدجاج حلم، انواع من الاسماك حلم، اما الديسير ما تلاقى حد مسول عنه. اش بغيتونا ناكلوا؟ فين؟ اين نحن؟ فين غاديين بينا؟ راه تساؤل مطروح، كنقولها وكنأكدها وكنقولوا وكنعاودوا وكنقدموا التعازي ديالنا للعائله ديال يسرى الكبيره
ماشي الصغيره. نحن اللي صغار لاله يسرى، نحن اللي صغار، حنا اللي دمرنا هذا الوطن. جزء منا دمر هذا الوطن وحولوا للرصيد ديالو، جزء منا ما كيقومش الواجب ديالو، جزء منا كبير استقال من المهام ديالو، جزء منا كبير كيشوف هذا الوطن سال الترونزيت، غدا يشد الطياره ويمشي ويخلي المغاربه هنايا. حنا يسرى ما عندنا جوج جوازات ديال السفر باش غدا نخو، حنا عندنا سفر واحد، جواز سفر واحد هو ديال المغرب، وعندنا شعار واحد هو الله الوطن الملك. وبالمناسبه ندعو لجلاله الملك بالشفاء العاجل، بالشفاء العاجل وبالصحه والعافيه اللي حرر المغاربه من هذه الاضحيه، لانه من رمضان الاضحيه للمدارس للدروس الخصوصيه لبزاف ديال الحوايج والله ما تلاو قادين يتحركوا. الا كان حنا اللي طبقه وسطى وكنزقوا، فكيقول المثل الى جا الغوات من الكديه شلا يعدلوا الناس اللي تحت. فراه حنا عندنا نغوتوا حفاظا على الوطن، حفاظا على السلم الاجتماعي. ما تلعبوا به يا حكومة الكفاءات، يا حكومة الكفاءات، وأنتم والله لستم بكفاءات. وأتحداكم أنكم تتكلموا وتكونوا غير جملة مفيدة باللغة العربية، ولكن اش غادي نقول لكم، عيينا من تكلموا، وكما قال الشاعر تعب الكلام من الكلام.